مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. افتتح اليوم في الإكسبو منتدى مهرجان إريتريا بحضور الرئيس سياس أفورقي والوزراء وحكام الأقاليم وقادة الجيش ومسؤولي الاتحادات الوطنية وعدد كبير من الفنانين والمهتمين، والذي سيبحث ويقيم ماضي وحاضر مهرجان إريتريا. وقال الرئيس سياس أفورقي في الكلمة الافتتاحية أن المهرجانات في إريتريا لها مضمون استثنائي وخصوصية مميزة، وأن مكانتها ودورها في مرحلة الكفاح المسلح وكذلك دورها في إعمار البلاد خلال سنوات الاستغلال 22 الماضية يؤكد هذه الخصوصية، موضحا بأن المهرجانات مناسبة تعكس الصمود والتصدي وكذا رؤى وتطلعات ووحدة الشعب، علاوة على التعبئة والتسليح والنمو والتطور في مختلف المجالات، وكذا إظهار ما تتمتع به الأقاليم من ثروات وتنوع في القيم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأوضح بأنه يتوجب شكر هذه المساهمة للتعبير عن كل هذه المعاني والمضامين والتطور الديناميكي والابتكار والإبداع التي وجدت الإعجاب والتقدير، معربا عن ثقته لخروج المنتدى بأفكار وتوصيات فاعلة للدفع بهذه الجهود المتواصلة رغم محدودية الموارد. وأوضح رئيس اللجنة المنسقة للمنتدى السيد سلمون تساهية أن فكرة المنتدى جاءت بمبادرة اتخذت قبل 3 سنوات وتهدف إلى القيام بالدراسات اللازمة بالعودة إلى الوراء 40 عاما خلت وتقييم التجارب الماضية لمهرجان إريتريا ووضع خطة لمستوى التغيير المرقوب. وقدمت في المنتدى الذي سيستمر حتى يوم غد 7 يونيو أوراق عمل عديدة، منها دور المهرجان في تنمية البلاد وتطوير السياحة، ومهرجان إريتريا في عهد الاستعمار، وتجربة المهرجان في منطقة الساحل القاعدة الخلفية للثورة، وكذا المهرجان بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى ودور المرأة ومركز التأهيل الفني في المهرجان، بالإضافة إلى ورقتي مهرجان إريتريا في الخارج وتقييم مهرجان إريتريا في الأقاليم. تم افتتاح مدرسة صينية تهتم باللغة والثقافة الصينية في إطار الاتفاق الموقع بين الحكومة الإريترية وجمهورية الصين الشعبية، وقد تمت مراسم الافتتاح في 5 من الشهر الجاري في فندق أسمرا بالاس بحضور الوزراء ومسؤولي الحكومة والضيوف ورئيس جامعة كيزهو الدكتور جين هيو والسفير الصيني لدى إريتريا نيو كينغ. وقال وزير التعليم السيد سامري رؤسون في مناسبة افتتاح المدرسة أن العلاقات الصينية الإريترية في قطاع التعليم تشهد تطورا كبيرا، مشيرا إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، وموضحا بأن افتتاح المدرسة الصينية سيعزز من العلاقات الودية بين الشعبين. وفي ذات السياق أكد الوفد الصيني برئاسة رئيس جامعة كيزهو الدكتور جين هيو على تعزيز العلاقات بين البلدين. من جانبه أوضح مدير التعليم العالي الدكتور تادسا محاري بأهمية افتتاح المدرسة الصينية في إريتريا، وذكر السفير الصيني لدى إريتريا السيد نيو كينغ أن افتتاح المدرسة الصينية في إريتريا سيؤدي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. وأوضح ممثل معهد كونفوشيوس الدكتور وينغ جيهاو أن افتتاح المدرسة يمنح العلاقات بين البلدين قوة تتجاوز الفواصل الجغرافية. هذا وقد قدم الطلاب الإريتريون الدارسون نشيدا باللغة الصينية في ختام المناسبة. جرت يومي 5 و6 من يونيو امتحانات الشهادة المتوسطة في البلاد ومدارس الجالية الإريترية في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية. وأوضح مسؤول وحدة الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد كفلي مكنن بأن حوالي 60,000 طالب 45% منهم طالبات جلسوا للامتحانات في 332 مركزا للامتحانات، مؤكدا سير الامتحانات بنجاح نتيجة للاستعدادات المسبقة وتضافر جهود الآباء والمعلمين وجميع المؤسسات. وذكر الطالبان تيدروس هابتازين وسناء آدم أنهم قاموا بالاستعدادات اللازمة للامتحان، معربين عن أملهما في الحصول على نتائج جيدة. وأشار الطالبان سهام جمال وسعيد جابر إلى استعدادهما المسبق للامتحانات، مؤشدين بالتشجيع الذي وجدوه من المعلمين والآباء. أكد الإريتريون المقيمون في سواكن بولاية البحر الأحمر السودانية خلال الاحتفال الذي نظموه بمناسبة عيد الاستغلال، أكدوا على استعدادهم للمساهمة في برامج التنمية الجارية بالبلاد. وقال السيد هم الدين محمد علي والسيد صالح عثمان
والسيدة لوتشيا تسفاهوني أنهم يعملون الآن أيضا لتعزيز مساهمتهم في التنمية بنفس روح التفاني التي أبدوها في مرحلة الكفاح المسلح. وأوضح رئيس الجالية الإريترية في ولاية البحر الأحمر السيد عند برهان ولد ميكائيل أن الجالية الإريترية في سواكن كانت خلفية للثورة الإريترية في مرحلة الكفاح المسلح، وكان لها دور كبير في تعزيز انتصارات الجيش الشعبي، وتقوم اليوم أيضا بمختلف الأنشطة الوطنية. وقال المواطن السوداني السيد أحمد محمد أن الاستقلال الذي ينعم به الشعب الإريتري حاليا هو ثمرة النضال المرير والتضحيات التي قدمها، مهنئا شعبي وحكومة إريتريا بالمناسبة. افتتح حاكم الإقليم الأوسط السيد كحساي قبرهويت في 5 يونيو معرضا تشكيليا بعنوان قوة الجمال للفنان تسفاي قبر ميكائيل، يضم لوحات تعبر عن حقبة الكفاح المسلح وحتى المرحلة الحالية، وتعكس ملامح لإريتريا وشعبها. وأوضح مشاهدو المعرض أن محتوى المعرض يبين بأن الانتصار هو نتاج البذل والعطاء، ويكسب الشباب الكثير من المعرفة. وقال الفنان تسفاي قبر ميكائيل أنه قدم قيد من فيض مما يتمتع به الشعب الإريتري من جمال وقوة تصدي، ويهدف من خلاله تعريف الشباب بقيم مجتمعهم، وكذا تعريف العالم بإريتريا من خلال لوحاته، مشيرا إلى أنه أمضى عامين في الإعداد للمعرض هذا. وسيستمر المعرض المقام في قاعة إدارة الإقليم الأوسط حتى 15 يونيو. تلقى 75 شابا وشابة من مديرية عالي القاش تدريبا مهنيا في إطار جهود رفع قدرات الشباب. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في مديرية أعالي القاش السيد عبد الواسع محكوم أن الاتحاد يعمل لتأهيل وتدريب الشباب مهنيا. وأوضح مسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد صالح محمد نور أن الشباب المسلح بالعلم والمعرفة له دور كبير في بناء البلد، داعيا الشباب للاستفادة من الفرص المتاحة. وأشار الشابان تسفى قبر تنسائي وأديان فتوي إلى أن التدريب الذي تلقوه يساعد على تحسين حياتهم المعيشية. وأشاد مديرية عالي القاش السيد أبراهام هايلي بجهود الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في تأهيل الشباب وتطوير قدراتهم. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم تعويضات واعتذار لضحايا أفراد قبائل الماو ماو لممارساتها الوحشية ضدهم خلال فترة احتلالها لكينيا. ويمثل أمام مكتب المحاماة لاي داي ومقره بريطانيا أكثر من 5000 رجل وامرأة يقولون أنهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة على يد الإدارة البريطانية في فترة الخمسينيات، حيث كان يخوض الجيش البريطاني معارك ضارية مع متمردي الماو ماو المطالبين بالأرض وبإنهاء الحكم الاستعماري. ويخوض الضحايا بدورهم معركة قانونية منذ سنوات ضد الحكومة البريطانية من أجل الحصول على تعويضات. وقد احتجت الحكومة البريطانية في بادئ الأمر قائلة بأن الالتزامات المتعلقة بالتعذيب على يد السلطات الاستعمارية حولت إلى جمهورية كينيا عقب الاستغلال في العام 1963، وعليه فإنها لا تتحمل أي التزامات جديدة. إلا أن المحكمة العليا أقرت في عام 2011 بأن 3 مدعين وهم بولو ميوكا نزيلي ومبوغا وانينجي وجين موثوني مارا يحق لهم اللجوء إلى القضاء في هذه القضية. عرضت كوريا الشمالية استئناف الاتصالات المقطوعة منذ شهور مع كوريا الجنوبية، مبدية رغبتها في إجراء مفاوضات مع سيول بشأن إعادة فتح مجمع كاسيونغ الصناعي المشترك بين البلدين. وبثت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بيانا منسوبا إلى لجنة الشمال من أجل توحيد سلمي لكوريا جاء فيه أن مكان المفاوضات وزمان بدئها يمكن أن يتم تحديدهما وفقا لرغبات الجنوب. وأضاف البيان أن حكومة كوريا الشمالية سوف تعيد فتح قنوات الاتصال لو قبل الجنوب عرض المباحثات. وقالت وزارة شؤون توحيد الكوريتين في سيول أنها تنظر إلى العرض بطريقة إيجابية. وكانت بيونغ يانغ قد أعربت الشهر الماضي عن استعدادها السماح لرجال أعمال من كوريا الجنوبية بزيارة مجمع كاسيونغ الصناعي. وقالت كوريا الشمالية أنها مستعدة لإجراء محادثات
مع رجال الأعمال بخصوص كيفية استعادة العمل داخل المجمع بشكل طبيعي، وذلك بحسب بيان نشرته وسائل إعلام حكومية. قتل 6 أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء انهيار مبنى من 4 طوابق في وسط مدينة فيلادلفيا الأمريكية. ووفقا لمسؤولين، أنهار المبنى الذي يضم شقق سكنية ومكاتب تجارية على متجر مجاور له، مما تسبب في سقوط ضحايا. وقال مسؤولون أمريكيون أن سبب انهيار المبنى الذي كان قيد الهدم لم يعرف بعد. وقد صرح عمدة فيلادلفيا مايكل ناتر بأن القتلى 5 نساء ورجل واحد، مضيفا بأن عمليات البحث تحت الأنقاض لا تزال جارية. من جانبه، أوضح رئيس إدارة الإطفاء في المدينة لويد أيارز أن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة. وكانت فرق الإنقاذ قد نجحت في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء من انتشال سيدة تبلغ من العمر 61 عاما حية من تحت أنقاض البناية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الأربعاء في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان أن إسرائيل تتوقع أن تواصل إيران ما وصفه بمسعاها لصنع أسلحة نووية أيا كانت نتيجة انتخابات الرئاسة التي ستجرى يوم 14 من يونيو. وتابع قوله في حين أن إيران لم تتجاوز حتى الآن الخط الأحمر، في إشارة إلى تكوين مخزون من اليورانيوم المخصب يكفي لصنع أسلحة نووية، فإن إيران تمضي قدما بشكل منهجي في برنامجها. وقالت إسرائيل التي اعتقد على نطاق واسع أنها تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط أنها قد تلجأ لعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية والعقوبات المشددة على التجارة والطاقة في كبح أنشطة طهران النووية. وتنفي إيران تقييمات غربية بأنها تنوي استغلال معرفتها النووية لصنع أسلحة، وتقول أنها تهدف فقط لإنتاج الكهرباء. دعا رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الذي انتخبه البرلمان رسميا يوم أمس الأربعاء إلى إنهاء الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة باستخدام طائرات بدون طيار مستهدفة مسلحين، والتي ينظر إليها كثيرون على أنها تنتهك سيادة باكستان. وفاز شريف الذي أطيح به في انقلاب أبيض عام 1999 بعدد كاف من مقاعد البرلمان تؤهله للعمل دون الحاجة إلى تشكيل حكومة ائتلافية. وقد جرت الانتخابات يوم 11 من مايو، وفاز فيها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف، والذي تواجه حكومته عددا من التحديات، من بينها زيادة المسلحين والعنف الطائفي والنقص المزمن في الطاقة والاقتصاد شبه المنهار والعلاقات المتوترة مع واشنطن الحليف الرئيسي لبلاده، ومهمة بناء علاقات مع الهند العدو اللدود. أقر جنديا بالجيش الأمريكي قتل 16 مدنيا أفغانيا بدم بارد العام الماضي بأنه مذنب بتهمة القتل العمد وتهما أخرى، وذلك ضمن اتفاق تم التوصل إليه مع مدعوون عسكريون يجعله يتفادى عقوبة الإعدام. واعترف السارجنت روبرت بيلس الذي شارك في 4 جولات من القتال في العراق وأفغانستان بأنه قادر موقعه العسكري في إقليم قندهار الأفغاني في مارس 2012، وأطلق النار على مدنيين عزل أغلبهم من النساء والأطفال في هجمات على منازل ذويهم. وقد ساهم هذا الحادث الأسوأ في المزيد من التوتر بالعلاقات الأمريكية الأفغانية بعد أكثر من عقد من الحرب في البلاد. ويواجه بيليس الآن عقوبة السجن مدى الحياة، إلا أن هيئة محلفين عسكرية ستقرر متى ستخفض فترة العقوبة بعد إجراءات إضافية من المنتظر أن تبدأ في 19 من أغسطس. ووافق ممثل الادعاء على أن لا يطلبوا عقوبة الإعدام في مقابل أن يقر بيليس بأنه مذنب بتهم القتل التي وجهت إليه. وقد قبل القاضي الكولونيل جيفري نانس الاتفاق في نهاية جلسة استماع مطولة. مشاهدونا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.